ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا أنا أقول لهؤلاء الذين يتنازلون عن المبادئ من أجل الغير، أقول لهم ما يفيد تنازلكم، مش ما تتنازلون ماكو فائدة، ماكو فائدة حتى تتبع ملتهم، ماكو فائدة. لا تتعبون أنفسكم فلا تتنازلون. هذه قاعدة قرآنية تنفعنا مو فقط في الاتباع، في مجالات أخرى. لا تتنازلون ما يفيد. حافظوا على المبادئ، ما أتنازل لأجل إلى آخره. لا نصير مثل ذاك إن الغراب وكان يمشي مشية معروفة من سائر الأجيال حسد القطا وأراد يمشي مشيها فأصابه ضرب من العقال فأضل مشيته وأخطأ مشيها فلذاك سموه أبا مرقال. يعني تاليها لاحظت برجيلها ولاخذ السيد علي. لا تتنازلوا عن المبادئ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ حتى تتبع ملتهم. يطلع لي واحد هسه ما ادري مغرض اكو من داز علينا ما اعرف، يقول الشعار الحسينيه شويه خلينا نخففها تزعج البعض. شعار ليش يابا تزعج؟ وزعجتهم، تزعج البعض وزعجت اللي انزعجوا، ينزعج يضرب راسه ب100 حائط. ليش يابا؟ شو اللي ربط شعار تزعجه؟ شعائري مرتبطه بيه، انا ضارب صدري وصدره، ها راكض برجلي لو برجلي، ضارب روحي لو ضاربه، مبتشي لو مبتشي روحي. شو اللي ربط بيه؟ هو حاله مو حضاريه، هو اللي يسويه حضاري. ومن يشخص هاي حضاريه وذيك مو حضاريه؟ انت تشخص، جنابك يشخص. ما عندنا مرجعيه احنا في النجف تعطينا حلالنا من حرامنا. هاي الشعيره جتنا من الهند، من يقول يابا جتنا من الهند؟ انت تقول. وذيك الشعيره جبتوها ما ادري منين. وهاي الشعيره الحلال والحرام ناخذه من مرجعيتنا في النجف مو منك. لف عمامه طولها 400 متر، ما اخذ منك حلال وحرام. حلالي وحرامي اعرف منين اخذه. مو ذوقك، يوم ضايج هذا الشيء ما يعجبك يا بعوفوه، ثاني يوم عجبك جيبوه، مو بكيفك احنا نمشي. شعائرنا، ديننا، مذهبنا، حسين، شعائر حسيننا خط احمر، لا تنازل، خط احمر. والسلام.